لاحظتي قبل كده ان شعرك بدأ يخف؟ بتغسليه وتلاقي الشعر في الفرشة او في الحوض؟ ما تقلقيش، لان في الفيديو هقولك على منتجات فعالة فعلا جربها ناس كتير ورجعت لهم الكثافة موجودة في شعرهم واللمعان. تابعي للاخر عشان هقولك كمان ازاي تختاري المنتج المناسب لنوع شعرك. ولو انتي اول مرة تشوفيني، اهلا ومرحبا بكم. اشتركوا حالا في القناة بالضغط على الزر الأحمر زر اشتراك وتفعيل رمز الجرس على الكل عشان دايما لما ينزل فيديو جديد تكوني أول واحدة تتفرج عليه. وفضلا حبايبي وليس أمرا، لايك للفيديو. قبل ما نبدأ بالمنتجات لازم تعرفي السبب. ممكن يخف الشعر بسبب التوتر أو نقص الفيتامينات أو حتى استخدام شامبو فيه مواد كيميائية قوية. أول خطوة دايما عالجي السبب مش الأعراض بس. أمبولات الفولتين ممتازة لتنشيط بصيلات الشعر وتحفيز النمو من الجذور، كمان بتقلل التساقط بشكل واضح بعد أول شهر من الاستخدام. زيت الروزماري من أقوى الزيوت اللي بتنشط الدورة الدموية في فروة الراس. قطرات بسيطة بالتدليك اليومي بتدي شعر أكثف وكمان أنعم. أما بقى شامبو البيوتين فده بيغذي الشعر وبيمنعه من التكسر، خصوصا لو كان الشعر ضعيف أو بيتساقط بسرعة. وأخيرا سيرم الكافيين بيحفز نمو الشعر بشكل سريع وبيديله قوة ولمعان بشكل واضح. اما بقى لو انت عايزة نتيجة اسرع، اعملي مساج لفروة الراس كل يوم دقيقتين باطراف الصوابع. الخطوة البسيطة دي بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وبتقوي البصيلات بشكل مذهل. واخيرا ولو نفسك ترجعي كثافة شعرك زي زمان، ابدأي دلوقتي بخطة بسيطة من المنتجات دي واعملي روتين ثابت. وكمان اتأكدي ان ما يكونش عندك مشاكل عضوية من الداخل عن طريق هتعملي تحاليل. شوفي نقص الحديد خصوصا. قوليلي في التعليقات ايه اكتر منتج نفسك تجربيه، وما تنسيش اللايك سبسكرايب اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير.